معالي وزير الخارجية السعودي سيد عادل الجبير، أولا برحب بيك في القاهرة، ويعني حضرتك بتزورنا كتير وأنت من أهلها. الله يخليك ويسلمك، هذه بلدي الثاني. أشكرك. خليني أسألك أولا عن الزيارة، ما هي الرسائل التي ترسلها هذه الزيارة الهامة والتاريخية لخادم الحرمين الشريفين والاتفاقات التي تم توقيعها؟ وكما ذكرتي هذه زيارة تاريخية تم خلالها توقيع اتفاقيات عديدة بين البلدين، سواء في المجال الاستثماري في المجال الاقتصادي. هي تؤكد على متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وهذا أمر لا يستغرب. علاقات المملكة العربية السعودية ومصر لها جذور عميقة جدا. هناك توافق وتطابق في وجهات النظر فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها العالم العربي والعالم الإسلامي. هناك روابط أسرية بين البلدين، هناك عدد كبير من الأشقاء المصريين مقيمين في المملكة، وهناك عدد كبير من مواطنين المملكة العربية السعودية مقيمين في مصر. على عبر التاريخ كل ما كان في تحديات تواجه مصر، المملكة تقف جنبا لجنب معها. كل ما كان هناك تحديات تواجه المملكة، مصر دائما تقف جنبا لجنب مع المملكة. فالزيارة هذه تعتبر تؤكد على هذه العلاقات وعلى هذا التاريخ العريق بين البلدين الشقيقين. هل هذه الزيارة ضربت في مقتل كل الشائعات عن وجود تباينات في الآراء المصرية السعودية فيما يتعلق بقضايا إقليمية عديدة؟ بدون شك هناك من يبالغ في تباينات بين المواقف بين البلدين، لكن أنا كوزير خارجية وأعوذ بالله من كلمة أنا ما شفت تباين بين المواقف في البلدين. أهدافنا واحدة، قد يكون في وجهة نظر مثلا تختلف حيال كيف نصل للهدف المرجو، ولكن الأهداف كلها واحد في كل القضايا. لكن هناك تباينات فيما يتعلق بسوريا، هناك تباينات فيما يتعلق باليمن، هناك تباينات فيما يتعلق بتركيا، يعني هناك اختلاف في الآراء معالي الوزير. لا ننظر لها كاختلاف، كلنا نريد سوريا، نريد حل سلمي للأزمة السورية يؤدي إلى مستقبل جديد في سوريا يقرر مصير البلد الشعب السوري. نريد أن نحافظ على وحدة سوريا، وحدة أراضيها واستقلالها وعروبتها. لا نريد تقسيم سوريا، نريد تغيير السياسي في سوريا، وهذا الهدف مشترك. كيفية الوصول للهدف ممكن يكون فيه اختلاف في وجهة نظر، بس هذا لا يعني اختلاف في الرؤية الاستراتيجية. فيما يتعلق باليمن، مصر كانت من أول الدول اللي انضمت للتحالف من أجل الشرعية في اليمن، عاصفة الحزم. مصر كانت من الدول التي أعربت عن موقفها في أهمية إعادة الشرعية لليمن، فهذا هو موقف المملكة العربية السعودية، فلا أرى تباين في هذا الموقف. فيما يتعلق بعلاقات مصر وتركيا، هذه تركيا ومصر دولتين كبيرتين في المنطقة، لهم ثقلهم ولهم وزنهم ولهم تاريخهم، ونأمل أنهم يستطيعوا أن يحلوا أي خلافات بينهم عن طريق الحوار وعن طريق التوافق. والمملكة العربية السعودية علاقاتها في مصر لا ترتبط بعلاقة مصر مع تركيا. علاقتنا مع مصر علاقات تاريخية وعلاقات أخوية، وكما ذكرت في البداية يربطنا تاريخ عريق، ويربطنا عديد من المصالح المشتركة، كما يربطنا الجانب الإنساني والأسري. طب أنا هعود للشأن الإقليمي لاحقا، لكن دعني أعود مرة أخرى لهذه الزيارة. مجموعة من الاتفاقات، ربما يعني ما أثار الجدل الأوسع في هذه الاتفاقات هو اتفاق تعيين الحدود البحرية وليس ترسيم بري، ولكن تعيين بحري. بصراحة لماذا الآن؟ كل بلد تريد أن تحدد حدودها مع الآخرين، وحتى مصر مؤخرا حددت حدودها مع قبرص. وهناك فالمملكة العربية السعودية من تسعى لتحديد حدودها مع كل جيرانها، مثل ما مصر تسعى لتحديد حدودها مع كل جيرانها. الحديث حول تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية يمتد على مدى عقود، فالآن اتخذ القرار أنه ننهي هذا الموضوع، وأنهيناه والله الحمد بشكل يرضي الطرفين. هل كان هذا مطلبا سعوديا؟ لو كان مطلب سعودي كان سمعت عنه من سنين طويلة. المملكة العربية السعودية مطلبها أنها تحدد حدودها مع كل جيرانها لتكون الأمور واضحة، فالآن استطعنا والله الحمد أن نصل إلى تفاهم واتفاق حول هذه الحدود مع كل جيرانها. أنتم مستعدين لتعيين الحدود أو ترسيم الحدود مع العراق، مع دول أخرى اللي فيها أيضا مشكلات في هذا الأمر؟ المملكة العربية السعودية
عينت حدودها ورسمت حدودها مع العراق في عقد السبعينات والثمانينات. عينا حدودنا ورسمنا حدودنا مع الأشقاء في قطر في الثمانينات والتسعينات. عينا حدودنا مع الإمارات في السبعينات والثمانينات والتسعينات. عينا حدودنا مع الأشقاء في عمان أيضا في الماضي القريب. وعينا حدودنا مع اليمن في الماضي القريب. فالمملكة العربية السعودية تسعى لتوضيح موضوع حدودها لتكون الأمور واضحة بيننا وبين جيراننا بشكل يخدم مصالح المملكة ويخدم مصالح جيران المملكة. طب دعني أنقل لك بصراحة وجهة نظر داخل الشارع المصري منزعجة من هذا التعيين الآن وربطه باتفاقات مساعدات اقتصادية، وكأن يعني الحقيقة الربط مزعج بالنسبة لكثير من المصريين. لا، هي جت في وقتها وكان فيها تبادل مذكرات مع مصر في بدأت من عهد الملك فاروق رحمه الله والملك عبد العزيز رحمه الله، وكان فيه تشاور حول هذا الموضوع في السبعينات، كان فيه تبادل مذكرات في الثمانينات، كان فيه تشاور في التسعينات، كان فيه تبادل مراسلات في العقد في العشر سنوات الماضية. فحان الوقت لإيجاد حل لتعيين هذه الحدود، وهذا ما تم بين قيادة البلدين. فهذا إذا دل على شيء يدل على حرص ورغبة البلدين في إنهاء هذا الموضوع، وهذا ما تم والله الحمد. هل الجسر مرتبط بهذا التعيين أم أنه منفصل؟ الجسر يعتبر خطوة تاريخية بإذن الله، يربط آسيا بأفريقيا، ويربط المملكة العربية السعودية بمصر، ويربط دول الخليج بمصر ودول شمال أفريقيا. الجسر هذا بإذن الله سيكون له نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة فيما يتعلق بالتواصل بين آسيا وبين أفريقيا بشكل عام، وبين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون ومصر ودول شمال أفريقيا بشكل خاص. لكن ليس هناك ربط بين الأمرين، أنه يعني بما أن الجزر قد آلت بهذا التعيين إلى السعودية فإحنا بنعمل الجسر عشان يعني لنوع من التعويض. هو لا أبدا، الجزر كانت دائما جزر سعودية، وما أعتقد أنه في أحد في مصر يشك في هذا الأمر. بالنسبة للجسر، بالنسبة للجسر كان هناك حديث عن الجسر على مدى سنوات طويلة، والآن اتخذ القرار بأن نبت في هذا الموضوع لنثبت الروابط بين المملكة العربية السعودية ومصر. معالي الوزير، بهذا الأمر بهذا التعيين ستصبح للمملكة السعودية علاقات مباشرة مع إسرائيل. هذه الجزر تدخل ضمن الملحق جيم والمنطقة جيم اللي داخل اتفاقية كامب ديفيد، وبالتالي هل ستواجه الآن السعودية ستواجه إسرائيل مباشرة؟ لا ننظر لها بالشكل هذا. هذه جزر سعودية، إسرائيل احتلتها أعادتها لمصر، ومصر أعادتها للمملكة العربية السعودية. ما في شيء يربط بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل فيما يتعلق بهذه الجزر. بس يا فندم، هذه الجزر ضمن المنطقة جيم طبقا لاتفاقية السلام، وبالتالي يعني الام اف اوز أو القوات المتعددة الجنسيات اللي موجودة على هذه الجزر أو التي بتشرف على هذه الجزر، عندما تريد أن تغير أي شيء، تحرك أي حاجة، وده طبقا لمعاهدة دولية، هتكلم مين؟ هتكلم المملكة السعودية. مضبوط، بس هذه القوات الدولية وليس إسرائيل. وماذا إذا إسرائيل أرادت ده جزء، أرادت أنها تعدل جزء من هذا الموضوع؟ ما برضو ده هيكون علاقة مباشرة بين المملكة السعودية وإسرائيل. لا، لن يكون هناك علاقة مباشرة بين المملكة العربية وإسرائيل بسبب إعادة هذه الجزر للمملكة العربية السعودية. هناك اتفاقية والتزامات وافقت عليها مصر تتعلق بهذه الجزر، والمملكة العربية السعودية ملتزمة بهذه الالتزامات، ولكن بدون أن يكون هناك أي علاقة أو أي تواصل مع الجانب الإسرائيلي. تبقى إسرائيل هي العدو في المنطقة، سواء وقعنا اتفاقات لم نوقع اتفاقات، يبقى هذا هو العدو الحقيقي للمنطقة العربية. ماذا إذا اندلعت معركة وهذه الجزر مهمة جدا في مضيق تيران؟ هل هنا ستطلب المملكة السعودية من القوات البحرية المصرية أن تدافع عن هذه الجزر، أو أن يعني تكون موجودة في هذه المنطقة، أم أنكم البحرية السعودية ستتولى هذا الأمر؟ والله هذا سؤال افتراضي، وأنا ما أحب أتكلم على أمور افتراضية. في السياسة حضرتك عارف كلها سيناريوهات افتراضية. نحن الآن في نسعى لإيجاد حل سلمي
للقضية الفلسطينية يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف مبنية على القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. فأنا متفائل وآمل أن يكون التفكير في موضوع إقامة دولة فلسطينية وليس في موضوع الحروب. معالي الوزير، ما هو موقفكم من موقف المملكة السعودية الآن من جماعة الإخوان المسلمين؟ هل ما زلتم تعتبرونها جماعة إرهابية؟ بالنسبة للمملكة العربية السعودية نعتبر أي جماعة تطالب أو تدعو للعنف أو تقوم بقتل الأبرياء نعتبرها منظمة إرهابية. تعتبرون جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية؟ إذا كان منهم من يقتل الأبرياء طبعا ما في شك. كان هناك قرار لجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله بأنها جماعة إرهابية. هل ما زالت السعودية تقتنع أنها جماعة إرهابية؟ يا موقف السعودية ما تغير من الموضوع هذا. لكنكم قلتم ولكم تصريح تقولون فيه أنه يعني ليس لدينا مشكلة مع جماعة الإخوان المسلمين، لدينا مشكلة فقط مع الفصيل الذي قد يتبنى الإرهاب فيه. مضبوط، وهذا ما قلته. إذا أي شخص أو أي فئة تدعو إلى قتل الأبرياء تعتبر منظمة إرهابية مهما كان اسمها. بس خليني أسأل السؤال مرة أخرى معالي الوزير بصراحة، هل تعتقدون أن جماعة الإخوان المسلمين بوضعها الحالي جماعة إرهابية؟ ما زلتم عند هذا التصنيف الذي صدر من المملكة قبل ذلك؟ أعتقد أنه فيه جماعات تنتمي لما يسمى بالإخوان المسلمين تعتبر جماعات إرهابية، وفي جماعات قد لا يكون لها ارتباط مباشر بالإخوان المسلمين وقد يمكن يكونوا تحت المظلة هذه. فهذا الموضوع يبغى له تصنيف. على سبيل المثال في أحزاب سياسية في دول مختلفة في العالم العربي والعالم الإسلامي تصنف نفسها بأنها جزء من الإخوان المسلمين أو تتبع الإخوان المسلمين، لكن ليس لديها علاقة بالعنف. بس بالنسبة لنا أي منظمة يعني تمارس قتل الأبرياء تعتبر منظمة إرهابية مهما سمت نفسها. وإذا كان في منظمات تسمي نفسها منظمات الإخوان المسلمين تقتل الأبرياء فبدون شك هذه منظمة إرهابية. أنتوا شايفينها إزاي؟ تقتل الأبرياء ولا تقتل الأبرياء؟ حسب أي منظمة فيها. لا يعني جماعة الإخوان المسلمين، إن هذا سؤال محوري بالنسبة لي. في منهم من يقتل الأبرياء فيصنفوا كمنظمات إرهابية. احنا اخذنا موقف في المملكه العربيه السعوديه كما ذكرت ونحن لا زال على هذا الموقف. البعض قلق من التوسع العسكري للمملكة السعودية في النشاط العسكري في اليمن وفي سوريا، وأن هذا قد يؤثر على الموازنة السورية السعودية، وأن ده ممكن في النهاية أصبح هناك صندوق سيادي، ويعني هناك قلق مشروع من استنزاف الموارد السعودية في السلاح والتسليح والدخول في المعارك. إلى أين يذهب كل ذلك؟ المملكة العربية لا تساوم على عقيدتها ولا على أمنها. المنطقة بحاجة إلى الأمن والاستقرار. إذا ما كان هناك قوة تقوم بهذا الدور فيخلق فراغ، والفراغ يجب أن يمل. فالمملكة العربية السعودية لا تريد أن تتوسع. لدينا كفاية من الأراضي، لا لدينا كفاية من الطاقات البشرية، ولدينا كفاية من الموارد الطبيعية. المملكة العربية السعودية تريد الأمن والاستقرار وتريد حسن الجوار مع كل جيرانها، لكن إذا كان هناك فراغ ويجب أن تكون هناك دولة تلعب دور قيادي، من سيلعب الدور هذا إذا ما قامت به المملكة العربية السعودية؟ في الماضي كانوا الناس يتهموا المملكة العربية السعودية بأنها لا تستخدم قدراتها من أجل إصلاح أوضاع المنطقة. الآن لما بدأت المملكة تقوم بذلك الناس يتهمون، يقولوا لماذا أنتم بديتوا تلعبوا دور كبير؟ طيب يا أنه أحد يقوم بالدور هذا يا أن احنا نقوم بالدور هذا، بس إذا قمنا بالدور هذا لا تنتقدونا. فهذا اللي صار الآن. المملكة العربية السعودية ما كان لها رغبة في الحرب في اليمن، ولكن الظروف فرضت علينا أن ندخل في اليمن حماية عن الشرعية. إلى أين وصلتم في معركة اليمن؟ يعني هناك كثير من الNGOs الدولية تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، وإنه القضية في اليمن لا تنتهي. أنا أختلف مع ذلك. المملكة العربية السعودية واجهت خطر على حدودها. كان هناك ميليشيا متطرفة موالية لإيران وحزب الله استولت على السلطة في اليمن. كان بحوزتها صواريخ باليستية وطيران حربي، وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ، وكانت تشكل خطر على المملكة، وكانت على وشك أن تسقط الرئيس الشرعي في اليمن. فبطلب من الرئيس الشرعي في اليمن دخلت المملكة العربية السعودية مع دول التحالف بموجب
ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن الشرعية في اليمن، وقمنا بذلك. أبعدنا الخطر من حدود السعودية، وكان هدفنا حماية الحكومة الشرعية في اليمن، إبعاد الخطر على المملكة العربية السعودية، وفتح المجال لحل سياسي في اليمن، وهذا ما نسعى إليه. ونحن نتمنى بإذن الله أنه في الأيام القادمة نستطيع أن نلاحظ تقدم في العملية السياسية في اليمن تؤدي إلى حل سلمي مبني على المبادرة الخارجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216. المملكة طلبت من باكستان قوات والبرلمان الباكستاني رفض، هل طلبتم من مصر قوات أيضا في اليمن؟ مصر من أول الدول اللي شاركت في عاصفة الحزم، وكان لها تواجد بحري إذا كان ذاكرتي لا زالت. بالنسبة للباكستان ما كان في طلب من الباكستان لإرسال قوات، كان في طلب للباكستان طلب موجه لباكستان لدعم هذا التحالف. هل منظوركم للأمن الإقليمي يعتمد الآن على المنظور السني وليس المنظور العربي؟ بمعنى أنه يعني لا يبدو أنكم تدعمون بشكل واضح القوى العربية المشتركة، وبعدها بقليل بعد إعلانها بقليل في مؤتمر قمة شرم الشيخ تم إعلان القوى الإسلامية لمواجهة الإرهاب. هذه القوى يعني تبدو منافسة أو تبدو على التوازي مع القوى العربية المشتركة. هل إحنا بنتكلم على منظور سني للأمن الإقليمي من وجهة النظر السعودية؟ لا بالعكس، المملكة العربية السعودية لا تنظر للمنطقة من ناحية طائفية. نحن نعتقد أنه إشعال الفتنة الطائفية أمر خطير جدا، وهذا ما حدث بعدما قامت ثورة الخميني في 79. قبل 79 ما كان في شيء اسمه سني وشيعي، كان العالم العربي عايش في أمان، كان في مسلم وفقط. بعد ما قامت ثورة الخميني في 79 وتبنت رأية الشيعة وحاولت أن تجند أبناء الشيعة في الدول العربية ضد حكوماتهم وضد شعوبهم، هذا ما أشعل الفتنة الطائفية في المنطقة. المملكة العربية السعودية لا تنظر لدول كسنة ولا شيعة، ننظر لهم كعرب، ننظر لهم كجيران. هذا أمر خطير جدا، ونحن نحاول أن نهدي الأمور من ناحية الأمور الطائفية. فيما يتعلق بالقوة العربية الذي تم طرحها في القمة العربية في مصر، المملكة العربية السعودية من أول الدول التي تؤيد هذه القوة، ونحن لا زلنا ندعم هذه القوة. لا تدعمها كيف يا فندم؟ لا يبدو أن هناك دعم سعودي. لا، في مشاورات قائمة بين الدول العربية فيما يتعلق بمهام هذه القوة، قيادة هذه القوة، مكان المركز القيادي لهذه القوة، أهداف هذه القوة، تشكيل هذه القوة. كل هذه الأمور لا زالت تبحث بين الأخصائيين في الدول العربية، والمملكة مؤيدة لذلك. فيما يتعلق بالتحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، هذا تحالف إسلامي لمواجهة الإرهاب عسكريا، أمنيا، فكريا وماديا. أيوة، بس عندما أرادت المملكة السعودية أن يخرج هذا التحالف سريعا خرج هذا التحالف بهيد كورترز واضح، بأهداف واضحة، لكن نأتي عند القوى العربية المشتركة ويبدو أن هناك تلكؤ عربي، وكأن المنظور لم يعد عربي وأصبح المنظور إسلامي أو المنظور أصبح سني. هنا دي نقطة الخلاف. أنت قلتيها لما قلتي تأخر عربي. في دول عربية عديدة لها وجهات نظر بالنسبة للجيش العربي، وهناك أيضا في ميثاق الجامعة العربية في بند يتعلق بقوة عربية مشتركة. فالسؤال، هل يأخذ محل هذه القوة اللي منصوص عليها في البند، أو هل تعاد صيغة البند ليصبح شيء آخر؟ ففي جانب قانوني وفي جانب سياسي وفي جانب عسكري، فهذه الأمور اللي لا يزال التشاور قائم حيالها. ولكن المملكة بشكل عام تدعم هذا إنشاء قوة عربية مشتركة، وأعلنا عن ذلك مرارا وتكرارا. لماذا العراق ليست جزء من التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب؟ العراق هو أول دولة مواجهة للإرهاب داخل أراضيها. يعني العراق من أول الدول التي اتصلنا بها، والقرار للانضمام للتحالف الإسلامي يعود لكل دولة، وهو تحالف طوعي وليس ملزم، والعراق قررت أن لا تنضم لهذا التحالف، ولكن الدعوة وجهت للعراق. في سوريا، هل فكرتم في the day after
بمعنى يعني أنتم ترون أن بشار الأسد لا مجال له في المرحلة السورية القادمة. What about the day after؟ ماذا عن اليوم بعد، نفترض بعد سقوط بشار الأسد، أم أننا سنواجه بسيناريو ليبيا؟ لا، بتصور نواجه سيناريو ليبيا. سوريا دولة عريقة، سوريا فيها مؤسسات، سوريا فيها رجالها ونسائها، سوريا تستطيع أن يديروا أحوال البلد. ما نسعى إليه في سوريا هو حل سلمي بموجب إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 الذي يطالب بإقامة سلطة انتقالية تحول لها السلطة تدريجيا من النظام إلى هذه الهيئة، والذي تدير شؤون البلاد، تضع دستور جديد وتؤهل لانتخابات تؤدي إلى سوريا جديدة لا مستقبل لبشار الأسد فيها. هذا هو التغير اللي حيجي بشكل سلس. أما إذا النظام الأسد ما تجاوب مع هذه المطالب حيستمر القتال ويكون الحل عسكري. The day after بقى سقط النظام السوري، هل لديكم سيناريو واضح لما يحدث، ولا احنا هنترك السنة والعلويين والشيعة والنصرة والكلهم يتخانقوا مع بعض؟ لا، هناك في لجان شعبية في معظم مناطق سوريا تقوم بإدارة الأمور المحلية مثل الخدمات وغيره، والتي تستطيع أن تدير أمور البلاد the day after على ما ذكرتي. أنا عارفة أن وقت حضرتك محدود، لكن سريعا، في لبنان أعلنتم وقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. بصراحة هل تعاقبون حزب الله أم تعاقبون الشعب اللبناني؟ نعاقب حزب الله وسيطرتها على القرار اللبناني. المملكة العربية السعودية على مدى تاريخ لبنان كانت دائما أكبر داعم للبنان، سياسيا، اقتصاديا، معنويا، اجتماعيا، كل ما يتطلب ذلك. يتواجد في المملكة أكثر من 400 ألف مواطن لبناني يرسلوا أكثر من 5 بليون دولار سنويا لأهليهم في لبنان، وهم مرحب فيهم. ولكن عندما نرى أن الحكومة اللبنانية لا تستطيع أن تأخذ القرار لدعم موقف شرعي، تم هناك اعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، هذا أمر مخالف للقانون الدولي، هذا مرفوض. لبنان ما دعمت المملكة في الجامعة العربية ولا في منظمة التعاون الإسلامي. الشعب السعودي يتساءل لماذا نقدم هذا الدعم للبنان ولبنان حتى ما تقف معنا في أمور معنوية. للأسف حزب الله جزء من الشعب اللبناني، هو جزء من نسيج هذا المجتمع، سواء يعني رضينا أو لا نرضى، وأنا ما بعبرش عن وجهة نظري، ولكن رضينا أو لا نرضى هو جزء من الشعب اللبناني، وهذا العقاب يقع على الشعب اللبناني، وأيضا سيملأ فراغه المعونات الإيرانية. لا أعتقد أنه عقاب للشعب اللبناني. أعتقد أن الدعم للمؤسسات اللبنانية والمساعدات الإنسانية وغيرها لا زالت قائمة وأعلنا عن ذلك. نحن نعتقد أن هذا مؤشر الإشارة للبنانيين أجمعهم أن ما تقوم به حزب الله في لبنان مرفوض، وأن المملكة لن تستمر في تقديم الدعم العسكري للبنان طالما أن حزب الله هي اللي تسيطر على القرار. وأعتقد أن ما لاحظناه في لبنان بعد اتخاذ هذا القرار أنه الارتفاع في الانتقادات من اللبنانيين تجاه حزب الله، فأصبحت حزب الله الآن في موقف دفاعي، تحاول تبرر سياساتها السلبية في لبنان. وبالنسبة لنا هذا شيء طبيعي. كيف قد نستمر في تقديم دعم لبلد لا تقف معنا وقت الحاجة؟ أمريكا وسياسة أوباما، عقب طبعا ما قرأته عن الأوباما دكتورين في المقال الشهير في الأتلانتيك، يعني بصراحة كيف تقيم إدارة أوباما تجاه الشرق الأوسط؟ الرجل يقول أنكم يعني عايزين الحاجة ببلاش، وأنكم مش عايزين تحاربوا، وأن منطقة الخليج دي يعني أنت تعرف ما قاله أوباما، وأنه الشرق الأوسط لم يعد من اهتمامات الولايات المتحدة، وأن المنطقة دلوقتي بنتكلم عن الهند وأشياء أخرى. تقييمك لإدارة أوباما بعد انتهاء هذا ما نسب للرئيس في المقال، فلا أعلم إذا كان هو فعلا قال ذلك أم لا، ولكن هو لم ينفيه معالي الوزير. ولكن بالنسبة
الدور الأمريكي في الولايات في منطقة الشرق الأوسط لا نرى تقليص، نرى توسعة. عدد القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج لا زالت كما هي. توسعة ازاي إذا كان الروس بيخشوا بشكل أقوى؟ أنا أتكلم عن منطقة الخليج فيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية في المملكة العربية السعودية دول الخليج، هي في أرقام قياسية. الولايات المتحدة دولة مؤسسات وسياساتها لا تتغير بشكل سريع، فأنا أنظر للأفعال وليس للأقوال. فيما يتعلق بأن المملكة العربية السعودية تريد الآخرين أن يخوضوا حروبها ولا تريد أن تتدخل ولا تريد أن تستخدم نفوذها، هذا ما ذكرتيه في بداية الحديث. عندما لا تتحرك المملكة ينتقدون الناس أننا ما تحركنا، وعندما نتحرك ينتقدون ويتساءلون لماذا تحركتوا. فصعب يعني يا كذا يا كذا. سؤالي الأخير عن إيران، وماذا بعد؟ يعني الاتفاق النووي الإيراني، هناك توسع، هناك أموال كثيرة ستضخ في إيران، توسع في مناصرة الإرهاب، وماذا بعد من دول الخليج من المملكة السعودية؟ أنا أعتقد أنه الاتفاق النووي الإيراني حد من قدرة إيران على الحصول على سلاح نووي لفترة معينة من الزمن، والمملكة أيدت ذلك طالما أنه فيها آلة مراقبة شديدة وغير مسبقة، وفيه قدرة لإعادة العقوبات في حال مخالفة إيران لهذه الاتفاقية. هذا واحد. إيران مصدر قلق فيما يتعلق بدعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون دول المنطقة، فهذا يجب أن نعمل بموجبه. والمملكة العربية السعودية قامت بعمل لمواجهة وردع التحركات الإيرانية سواء في اليمن أو في أفريقيا أو في سوريا أو حتى في العالم الإسلامي بشكل عام. احنا لن نقف مكتفة الأيادي أمام التحركات الإيرانية. إيران يجب عليها أن تقرر إذا ما كانت ثورة أو دولة. إذا كانت ثورة تريد أن تتوسع وتريد أن تجند الشيعة في العالم الإسلامي فلا يمكن التعامل معها. إذا كانت إيران قررت أنها دولة فبالإمكان التعامل معها، لأن الدول تتعامل مع بعض بموجب المبادئ الدولية والقوانين الدولية وبموجب مبدأ حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين. المملكة العربية السعودية جارة لإيران وإيران جارة لنا. نحن نريد أفضل العلاقات مع إيران إذا أمكن ذلك، ولكن لا نستطيع أن نقيم أفضل العلاقات مع إيران إذا كانت إيران تدعم الإرهاب ضدنا، إذا كانت إيران تغتال دبلوماسيين، إذا كانت إيران تزرع خلايا إرهابية في بلادنا، إذا كانت إيران تشعل الفتنة الطائفية في دول المنطقة، إذا كانت إيران تتدخل في شؤون المملكة الداخلية وشؤون الدول العربية بشكل عام. فهذا يجعله من الصعب علينا أن نتعامل مع إيران بشكل منطقي. فالقرار يعود لإيران، هي اللي سبب المشاكل في المنطقة، هي اللي أشعلت الفتن الطائفية وهي اللي تتدخل في شؤون الآخرين. قبل أن أشكرك، هل ستتدخل المملكة السعودية لحل المشكلة بين مصر وقطر؟ كان المملكة دور قوي قبل ذلك في وقف التجاوزات القطرية، والآن التجاوزات القطرية عادت مرة أخرى عبر الجزيرة وغيرها. هل سيكون للسعودية دور في هذا الأمر؟ تجاوزات على مصر يعني. إذا طلب من المملكة العربية السعودية أن تقوم بدور وساطة ومحاولة تصفية الأجواء بين دولتين شقيقتين لها، لا أعتقد أن سيكون هناك مانع، لكن أنا أعتقد أن في تواصل بين مصر وبين قطر، في محاولات لتقريب المواقف بين البلدين، وأنا أتوقع وأتمنى بإذن الله أن يستطيعوا أن يتجاوزوا هذه الخلافات التي لا أعتقد أنها بالعمق الذي يوصفوه بعض العديد من المحللين. أعتقد أنها بالإمكان معالجتها. في نهاية الأمر مصر وقطر دول عربية، مصر وقطر دول إسلامية، مصر وقطر يعتبروا جيران، ومصر وقطر في روابط اقتصادية وفي روابط أسرية. فأعتقد كل المكونات لبناء أفضل علاقات موجودة، وأتمنى وأتوقع أن يتم ذلك إذا كانت هناك حسن النية لدى الطرفين. وأنا
لا يوجد لدي أدنى شك أن حسن النية موجودة. أريد أن أشكرك معالي السيد وزير الخارجية السيد عادل الجبير. بماذا تصف في نهاية هذا الحوار العلاقات المصرية السعودية في هذه اللحظة؟ مميزة. بشكرك شكرا.